هو انا لما جيت ادور انا هبدأ الحلقة دي ازاي، ما لقيتش يعني ممكن فيديو ينفع ابدأ بيه الحلقة زي الفيديو ده. بره يا شواذ يا ولاد الكلب. يا ماما وطي صوتك، انت فاهمه غلط. وحياة امك يا منيل يا ناس يا ابني طلع بسكليت جابكوا العرب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. فلو وصلك الفيديو انزل اخبط اللايك المتين، ايوه انزل ادعس اللايك حالا بالا فعلا، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا ومعاكم الميكانيكي لتحليل مباريات كاس العالم بشكل ساخر. يلا بينا. لا، المانيا واليابان دول اركنهم لي كده على جنب شويه، عشان ده لسه في كلام كتير هيدار في الماتش ده، فنركنه على جنب شويه. معانا اول ماتش المغرب كرواتيا. المغرب كرواتيا انا بشوف ان الماتش ده يعني المغرب شبه شويه طمعنا في انه او حمسنا في انه ممكن يعمل حاجه في الماتش، ممكن يكسب كرواتيا، ممكن يعمل مفاجاه زي ما السعوديه عملت مفاجاه على الارجنتين. ولكن المغرب راح بكور، المغرب خد فترة في الماتش هو ماسك كورة، هو بيضغط على كرواتيا. يمكن أول ربع أو تلت ساعة من الماتش المغرب رايح، المغرب بتشوط، المغرب بتباص، المغرب بكذا جملة من يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري، تارجت مان. شفنا فعلا جمل يعني حلوه جدا من جانب المنتخب المغربي، كان ممكن تيجي منها هدف. شفنا كميه فرص بتضيع من جانب المنتخبين، من سواء المنتخب الكرواتي والمنتخب المغربي. تمام، يعني انا كنت بشوف ماتش خساره انه يطلع 0-0، هو كان ممكن الماتش ده يطلع بنتيجه يعني يا حد من الفريقين يكسب، يا اما ماتش يكون فيه اهداف ونشوف فيه متعه اكتر من كده. ولكن حظ موفق للمنتخب المغربي في باقي الماتشات. لسه عندي كلامي ان المنتخب المغربي هيوصل لادوار متقدمه في المونديال. طيب، انا كان عندي تعليق صغير بخصوص الماتش ده. عبد الصمد الزلزولي، يعني واحد زي عبد الصمد الزلزولي انا مش عارف ليه وليد الركراكي مدرب المنتخب ادفع بيه، يعني ليه ما جاتش على عبد الصمد؟ يعني واحد لسه يعني مستعجل في كورته، عايز يعمل كل حاجه، بيمسك الكوره بس ويرتبك، وفي مليون حوار في دماغي، وفي ناس بتتخانق، وفي ناس بتضرب بعض، وفي مهارات رونالدينيو انا مطبق عليها من امبارح بالليل. ليه احنا المونديال محتاج لعيب هادي راسي، بياخد خبره، لسه اول مونديال ليه، لسه شاب صغير، ولكن يعني ما ادفعش بيه في ماتش زي ماتش كرواتيا. ماتش كرواتيا ماتش انت بتلاعب منتخب هو مرشح انه يصعد من المجموعه كمان اول مش تاني. فيعني دي حاجه بعيب عليها على وليد، انه دفع بعبد الصمد او نزله حتى كبديل في ماتش زي ده. معانا تاني ماتش المكن، هو مش اللي اتركن هو اللي اتركب. ايه اللي حصل في المانيا؟ اللي حصل في المانيا ببساطه عزيزي المشاهد هي النجاسه وحشه. انت لما يعني يقول لك ايه، ما تدخلش النجاسه في مكان محل اكل العيش، هم اللي حصل لهم ده عشان دخلوا النجاسه في محل اكل العيش. انت بتسال في المانيا يعني هو ليه المانيا مصره ان هي تدعم المثليه؟ ليه المانيا ايه لازمه الحركه اللي هو يحطوا ايديهم على بوجهم؟ هم كده بيعبروا عن اعتراضهم لعادات وتقاليد مش قطر بس، يعني الدول العربيه اكيد عندهم خلفيه ان الشعوب العربيه والاسلاميه وكل الديانات الموجوده في الشرق الاوسط هي بتعبر عن رفضها التام للمثليه الجنسيه. ولكن المانيا هي مش محترمه ده، بتتكلم ان ازاي حقوق الانسان، وان انا لازم اروح واعبر عن معتقداتي واعبر عن افكاري واتباهى بيها، لدرجه ان الحكم راح لمانويل نوير يتاكد ان اشاره القياده بتاعته ما عليهاش الاعلام المثليه. ألمانيا استحقت الخسارة اللي الكمبيوتر الياباني قدر انه بكل استماتة بكل روح يكسب المنتخب الألماني ب2-1. كمية فرص بالجملة، بساط، عرضيات، اوفرات هي مش مكتوبة لهم، هم لو يراعوا ربنا ما كانش ده حصل فيهم. طيب، ألمانيا استحقت الخسارة، ألمانيا بأداء باهت جدا
ما تكسبش ألمانيا، ممكن جايز ليه لا، ممكن ما تصعدش من المجموعة اصلا. ألمانيا لسه قدامها كتير ان هي تروح بعيد في المونديال او حتى توصل للادوار اللي كانت وصلت لها في 2014. نخش على الماتش الثالث. الماتش الثالث معانا ماتش اسبانيا كوستاريكا. ولما نتكلم على اسبانيا هنا وقدام كوستاريكا هتقول لي يا ميكانيكي كوستاريكا فريق ضعيف ما فيهوش غير كيلور نافاز اللي شال 7 اللي مش عارف ايه. هو كيلور نافاز انا قلتها قبل المونديال، كيلور نافاز ده حارس، هو ما عليه ان هو هيحاول يعمل شغله، معهوش دفاع، معهوش خط نص، معهوش هجوم، ده طبيعي يحصل فيه. بتلعب اسبانيا انت عندك خطين النص بتوع اسبانيا اللي هم بيدري وجافي، هم الاثنين بيعتبروا في يعني مع اسبانيا بيكونوا صناع لعب اكتر من انهم بيكونوا يعني نصاص ملعب اللي هو بيبقى مسؤول عن نقل الكرة من الدفاع للهجوم. لا هو بيلعب كانه صانع لعب. هو انت بص انت بتلعب بكام صانع لعب؟ انت حرفيا انت واحد زي جافي ده 18 سنة يعني مأكل كوستاريكا النجيلة كان امبارح. الواد ما شاء الله عليه، اسيست ويون من اروع ما يكون انت ممكن تتفرج. الواد من فرد شوط وروح حاططها كده، انت الكرة راحة مزيكا. لا دي مش كورة، دي مزيكا. وردود افعال عالميه رشحت اسبانيا انه ممكن يكون منتخب احنا ما كناش واخدين بالنا منه مرشحين انه يكسب كاس العالم. والله انا بشوف ان اسبانيا هتقدم بطوله عالميه، بطوله باداء مشرف، باداء مقنع، باداء في الاخر هتشوف ان اسبانيا ناس كتير هتحس تقول لك ليه ما كانوش يستحقوا الخروج من كاس العالم، ولكن لسه عناصر شابه تنقصها الخبره، مع الوقت هتقدر توصل لادوار متقدمه بعدين، ومش بعيد بعدين ممكن تاخد كاس العالم. طيب اسبانيا قدرت تضمن ال3 نقط بتوعها في المجموعه كمتصدره للمجموعه، بعدها اليابان ب3 نقط بعد ما كسبت المكن اللي اتركب ب2-1. بعديها المانيا عشان خسرت فرق هدف، وبعديها كوستاريكا اللي دخل في مرماها 7 أهداف. طبعا الواد فران توريس يعني حماك راضي عليك، حماك راضي عليك، عايزك كده تتدلع، تدينا الكلام اللي بتعمله مع اسبانيا ده تديهولنا في برشلونه عشان الله يرضى عليك، عايزين ناخد الدوري ونخلص من الحوارات والعك ده. طيب معانا الماتش الرابع بلجيكا وكندا. بلجيكا وكندا حرفيا انت ممكن تبص على واحده من اسوأ مباريات دي بروين اللي انت ممكن تتفرج عليها في حياته. دي بروين بيقدم واحده من اسوأ مبارياته في تاريخه في اللعب اصلا لحد الان. دي بروين حاله من عدم التركيز. ليه كلامي هنا على دي بروين؟ كلامي على دي بروين عشان دي بروين يعتبر هو الترس والمحرك للمنظومه البلجيكيه في الملعب وفي كل وقت، مش في الملعب بس. انت بتتكلم من ساعه ما ايدن هازارد من كاس العالم 2018 بعد ما قدم اداء عظيم في المونديال اللي فات، ايدن هازارد حتى ولا مع ريال مدريد كويس بسبب الاصابات، ولا حتى مع المنتخب ظاهر بشكل مؤثر. هازارد امبارح حاول يعمل له حنكشتين 3، عايز يفك الماتش، عايز يحط هدف، عايز يعمل اي حبشتكنات من اللي عودنا عليها من بتوعه دول، ولكن حرفيا المنتخب البلجيكي كان ينقصه صناعة اللعب اللي كانت بتتمثل في دي بروين. وكمان بعيب على بلجيكا في حاجة تانية، هي غير ان ادائها باهت اصلا وان بلجيكا لا اداء غير مبشر للمراحل اللي بعدين ممكن نشوفها في المونديال منه، ولكن متشبت شوية. يعني هي بلجيكا خلاص ما فيهاش مهاجمين لدرجة ان يبقى تخيل والله تخيل يبقى المهاجم بتاعك في المنتخب اللي بتلعب بيه في كاس العالم هو يبقى متشبت شوية. يا لهوي يا جدعان على الضحك. ازاي ده واحد والله العظيم ملاعب ومهاجم في دورة رمضانية عندنا، يعني ده ازاي مهاجم منتخب بحجم منتخب بلجيكا هو مصنف اول عالميا المفروض؟ يعني والله عيب لما يبقى واحد زي الفونسو ديفيز. انا مش بقلل من الفونسو ديفيز، انا بتكلم من الناحية اني واحد كمركزيا في الملعب هو بيلعب باك يسففك النجيلة، يخش يعمل لك انطلاقات في العمق، يوصل لحد منطقة الجزاء بتاعتك، يشوط عليك ضربة جزاء ولكن للأسف كورتوا يتصدى ليها وتضيع، يجلب لك الماتش مع كل كرة. الفونسو ديفيز
كان انت حرفيا انت كبلجيكي كنت بتحط ايدك على قلبك بتقول يا رب ما يعملش ثرو، ما يعملش اوفر، ما يخترقش، ما يعملش اي حاجه، هو بس يفضل بس يباصي كمباصاه واستحواذ سلبي وخلاص. ومبدئيا كده مقاطعه كل المنتجات الالمانيه. يعني لو حضرتك لو بتفكر تشتري عربيه ما انصحكش لا بمرسيدس ولا بالبي ام ولا باي منتج الماني ممكن تشتريه حتى لجهاز بيتك. هي يا المنتجات اليابانيه يا اما ما تشتريش، غير كده خلصنا كلام. في اللي يبني الفيديو ده والله غلابة مساكين، يا نصر يا مذنب، يا نصر يا مذنب والله